السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ خلونا نبلش الحلقة الخامسة من ساكامونتو أبو خدود. في الحلقة الخامسة كان التحدي يتمثل في توجيه ضربة للخصم كل 10 ثواني، وإلا سيتم تقطيعه إلى نصفين. ومع ذلك فإن الفتاة كانت تصيب الخصم دائما في الثانيتين أو الثلاثة الأخيرة، وأحيانا حتى بضربة عشوائية بفضل طرف شعرها. كانت القاتلة الكبرى تراقب المشهد، ثم أوقفت الوقت وسددت ضربة قوية إلى لو، معلنة انتهاء وقت اللعب. لكن الفتاة نهضت مرة أخرى تضحك والدماء تنزف من أنفها، فقد كانت كلما شربت الكحول أصبحت أقوى، لذا كان لابد من إسقاطها بسرعة. ولكن مهما ضربوها أو ركلوها لم يتمكنوا من إصابتها، بل إنها قبلت يد القاتلة لإعادة ضبط الوقت، ثم ركلتها بقوة في وجهها، مما أثار حماستها ودفعتها إلى تحدي لو في قتال حتى الموت. ومع ذلك رفضت الفتاة قائلة: قانون العائلة يمنعها من القتل، وهذا هو شرف عائلتي. سخرت القاتلة من براءة لو وركلتها في رأسها، لكن الفتاة أوقفت الركلة بسهولة، ثم غضبت قائلة: أوي، هل تقولين أنني يمكن أن أكون مجرد موظفة عند ذلك الرجل؟ كيف تجرؤين على إهانتي؟ ثم أطلقت لكمة قاتلة في وجهها. لكن فجأة وكأن شيئا لم يكن، استعادت القاتلة وعيها ولم تتذكر شيئا، حتى أنها لم تتذكر لماذا كان شين مقيدا على الكرسي. أما بويلد فبالرغم من الموقف الصعب الذي كان فيه، إلا أنه لم يظهر أي خوف، بل حذر خصمه قائلا: عائلتك في خطر أسرع. لكن ساكاموتو ظل هادئا وأجابه: لدي عائلة أثق بها. ثم هاجمه بقوة مسددا ضربة عنيفة أطاحت به عبر الحائط. حاول بويلد الرد بلكمته الأقوى، لكنها تحطمت فورا عندما لامست قبض ساكاموتو. بعد تعرضه لعشرات الضربات الأخرى لجأ بويلد إلى إلقاء القنابل، لكن ساكاموتو أمسك بها جميعا واستخدمها ضده، مما أصابه بصدمة. في الماضي كان ساكاموتو يستخدم قوته لإيذاء الآخرين، لكنه قرر الآن استخدام قوته لحماية من يحبه. بهذه القوة الجديدة أطلق لكمة هائلة جعلت كلاهما يطير نحو عجلة فيرس قريبة، حتى أنهما عطلا زوجين كانا يستمتعان بلحظة رومانسية هناك. ثم أشعل بويد سيجارة وقال: أنت قوي كالسو، قبل أن ينفث الدخان ويسقط مغشيا عليه. عندما استيقظت أوي وجدت نفسها محاطة بأطفال صغار ولم تفهم ماذا حدث، لكن عندما رأى زوجها وساكاموتو يسيران وهما مغطيان بالدماء أدركت أن الأمور خرجت عن السيطرة. عندما حاولت الموظفة استفسار بوي عن إصابته أجابها بجملة متفاخرة، لكنها ردت بغضب: أنا فقط أريدك أن تدفع للثمن الأضرار. اعترف بويل بهزيمته، لكن ساكاموتو لم يعرف اهتمامه وكان منشغلا بالأكل. عندما رأى بويل ذلك طلب قطعة من الباو الذي كان يأكل ساكاموتو، لكنه شعر بالإهانة عندما حصل فقط على قطعة مأكولة بالفعل. مع ذلك لم يغضب كثيرا لأنه كان يحتفظ بالباقي لعائلته. فجأة صدم شين عندما رأى ساكاموتو يعود إلى شكله النحيف القديم، وبدأ في التقاط صور تذكارية لهذه اللحظة النادرة. لكن المشكلة الأكبر كانت أن رأس ساكاموتو عليه مكافأة ضخمة، مما يعني أن العديد من القتلة سيحاولون النيل منه. عندما سألت أوي عن قيمة المكافأة وجد بويل نفسه متورطا في هذا المأزق أيضا. كانت الفتيات يأكلن بلا قلق، بينما تلقت ساكاموتو توبيخا شديدا من زوجته لأنه لم يخبرها بشأن وضعه كمطلوب للعدالة. وفقا للقانون العائلة لا ينبغي إخفاء أي شيء عن بعضهم البعض، لذا طلبت منه أوي أن يتعاون مع الأمر فورا. لمعالجة المشكلة قرر ساكاموتو البحث عن مكان نشر المكافأة وتدميره، لكنه واجه عقبة، حيث كانت المكافأة تديرها منظمة القتلة ولم يكن من الواضح من يقف خلفها. لكن بويل أشار إلى أن رئيسه لديه صلات مع هذه المنظمة، لذا طلب منه ساكاموتو أن يسألها عنه. ولكن سرعان ما تبين أن بويل عديم الفائدة إذا لم يكن لديه أي معلومات مفيدة. في اليوم التالي ذهب ساكاموتو ورفاقه إلى متجر لتأجير الأفلام، حيث وجدوا فيلما غريبا كان في الواقع مخزنا سريا للمعلومات عن القتلة والمنظمة. عند دفع الحساب تفاجأوا بالسعر الباهظ، لكن صاحب المتجر أدرك من شكل ساكاموتو أن لديه مشاكل خطيرة، وحذره قائلا: إذا عدت إلى هذا العالم فقد تواجه أصدقاء قدامى. في نفس الوقت كانت منظمة القتلة تعتقد اجتماعا لمناقشة قاتل مجهول قام بقتل أكثر من 100 قاتل محترف، تاركا علامة إكس في موقع الجريمة. لهذا السبب قرر مجلس أورد التدخل، وهم مجموعة من النخبة داخل عالم القتلة تهدف إلى الحفاظ على النظام. في هذه الأثناء كانت مجموعة ساكاموتو تستعد لاقتحام مقر المنظمة بسرية تامة، لكنهم وجدوا جميع الحراس مقتولين بالفعل، واكتشفوا أن الجاني كان ناغومو، وهو قاتل محترف صديق قديم لساكاموتو. ولكن قبل أن يتمكنوا من فعل أي شيء هاجم ناغومو شين فجأة بسكين، مما جعله ينظر أنه مات، لكن ناغومو ضحك وقال: أنا فقط أمزح. بعد ذلك شرح لهم ناغومو أن القاتل المجهول الذي يبحثون عنه يسمى SL، وهو قاتل خطير يسعى إلى فن القتل. على الرغم من أن ساكاموتو كان عدوا سابقا في أورد، ناغومو حذره من هذا العدو الجديد. مع ذلك لم يصلوا إلى أي حلول واستمرت المشاكل. أصبحت المتاعب اليومية كثيرة لدرجة أن لو اضطرت إلى تعليم هانا كيفية استخدام الأسلحة لحماية نفسها. صحيح أن وجود مكافأة على رأس زوجها أمر مزعج، لكن عائدات بيع الضمادات الطبية ارتفعت كثيرا، لذا بدأ أن الأمور متوازنة.
في النهاية أدرك ساكاموتو أنه فقد لياقته من تقاعده قبل 5 سنوات، وقرر أن يصبح أقوى ليتمكن من مواجهة أي تهديدات قادمة، حتى لو كان ذلك يعني حمل ابنته إلى المدرسة لتدريب عضلات.